صباحكم فل يا رجاله. دخلت عند الحمام، لقيت فرد الحمام مسيف وما بياكلش، ودايما زبلته على طول لونها متغير. طيب بص، احنا هنستخدم البندكس عندك او الفيرمازول. ليه هنستخدم الاتنين دول او واحد منهم؟ عندك ده وعندك ده، تمام. لو توفر معاك البندكس عشان مش متوفر في الصيدليات تمام، ما توفرش يبقى البديل بتاعه برضه شغال الفيرمازول. والبندكس لو مش متوفر عندك كلمني، وانا ان شاء الله في صيدليه بتعامل معاها خليك تجيب الكميه اللي انت عايزها ومتوفر يعني، تمام. المهم نروح على العلاج. نحطه في قطاره كده قبل فرد الحمام ما يكلف بنص ساعه او ساعه، تمام. اهو 1 2 3 4 5 نقط، تمام. هتشتغل كده. اشتغلنا مثلا النهارده 5/12، يوم 20 هكررها عشان اليرقات ولاد الديدان اللي في معدة فرد الحمام، تمام. وخلي بالك في فرق ما بين السالمونيلا وما بين ديدان الحمام، لازم تفصل ما بينهم، والزبلة هي اللي بتبين لك. وتسييفة فرد الحمام ده بيكلف، مفيش اسهال ولا اي حاجة، بس زبلته متغيرة، ولكن هنا السيف بتاعه عالي، لكن الديدان هي اللي عاملة فيه كده. ونبص على الزبلة ساعات بيبان معاها الديدان. ربنا الشافي المعافي. استخدم العلاج وان شاء الله تلاقي نتيجة، ريتك خالية من الامراض. سلام عليكم.